هو ايه موضوع دونجا اللي ركب الترند؟ الاول انا عايز اعرفك لجان الزمالك بتشتغل ازاي والاعلاميين بتوع الزمالك بيشتغلوا ازاي لما بيعوزوا يدلسوا حاجه معينه او ياخدوا حق مش حقهم او السكريبات بتتوزع عليهم ازاي. يلا قرارات لجنه المسابقات بالعقوبات على نادي الزمالك، ثلاثي نادي الزمالك بالايقاف 4 مباريات وغرامه 20,000 جنيه نتيجه ما حدث في اعقاب لقاء الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي من بطوله كاس السوبر يوم 20. ده يا سيدي ابراهيم عبد الجواد في احدى الحلقات بعد احداث السوبر على طول طلع قال القرارات بتاعت اتحاد الكوره بايقاف ثلاثي الزمالك اللي هو دونجا وعبد الواحد وشلبي 4 مباريات في بطوله السوبر. تعالى بقى بعد ما توزع عليه السكريبات عشان دونجا يلعب الماتش اللي جاي او يلعب بطوله السوبر، تعالى نشوف كلامه هيبقى عامل ازاي. كلام كتير جدا اتقال بعد السنه اللي فاتت بعد بطوله السوبر انه دونجا، مصطفى شلبي، كابتن عبد الواحد السيد، الثلاثه، كابتن عبد الواحد طبعا كمدير الكوره ودونجا لاعب الزمالك ومصطفى شلبي اللاعب السابق بالزمالك، ان الثلاثه بعد المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت ممنوعين من دخول الامارات وممنوعين من المشاركه في بطوله السوبر. طبعا كابتن عبد الواحد خلاص مشي ومصطفى شلبي رحل الى بنك الاهلي، متبقي دونجا. ففي كلام كتير اتقال ان دونجا لا يحق ليه المشاركه مع الزمالك في هذه البطوله. سالنا مصادرنا في الاتحاد المصري لكره القدم، قالوا لنا الكلام ده كله غير صحيح بالمره. سبحان الله يا اخي، كلامه اتغير في ثانيه. تعالى بقى نشوف مينا ماهر على قناه نادي الزمالك قال ايه بعد احداث السوبر على طول. عايز اروح لموضوع غريب بيدل على العشوائيه. النهارده عشوائيه. اتحاد الكوره اعلن ايقاف ثلاثي الزمالك، كابتن عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي، 4 مباريات وتنفذ في بطوله السوبر. النهارده اتحاد الكوره قرر يطلع النهارده، اشمعنى النهارده معرفش، بس هو طلع يتكلم النهارده عن الموضوع وقال لك انا قراري انه كابتن عبد الواحد السيد ودونجا وشلبي ايقاف 4 مباريات في بطوله السوبر. تخيل يا عزيزي، ده بعد احداث السوبر على طول طلع على قناه الزمالك الرسميه واعلن العقوبه بتاعت الثلاثي. تعالى بقى نشوفه دلوقتي بعد ما خد الاوامر وتوزع عليه السكريبات يقول ايه، وعلى نفس القناه، قناه النادي الرسميه. يلا بينا نسمع. غضب شديد بسبب موضوع نبيل عماد دونجا. كل الكلام اللي اتقال ان اللاعب موقوف، لا مش موقوف، في قرار رسمي ولا لا، في اخطار للزمالك ولا لا. طب يا جماعه، هل في الدنيا كلها في كل دوريات العالم في حاجه اسمها كده؟ في اي مكان في العالم الحاجات دي بتبقى متحدده. حضرتك عندك قرار رسمي بتبلغ بيه ولا لا؟ الجهاز الفني بيبقى عارف، الجهاز الاداري بيبقى عارف، النادي ومجلس اداره النادي بيبقى عارف. لازم يكون في حاجه تثير الجدل. انت المفروض بتبلغ النادي بالعقوبات بعد الماتش ب 48 ساعه، بعدها بتديله فرصه ياخد كل اجراءات. بحيي استاذ محمد فارس لان هو كشفهم. تخيل اتحاد الكوره كان عايز يطرمخ على المصيبه اللي حصلت في الامارات، وطبعا يا عزيزي كل ده عشان محمد شحاته مش موجود. كده الزمالك هيخش السوبر من غير رقم 6 ودونجا مهم، فلا لازم دونجا يلعب. طرمخ على العقوبه. تخيل يا عزيزي، دي حاجه بسيطه، والله العظيم دي حاجه بسيطه من اللي بيتعمل مع النادي ده. عايز ايه لما يطلع مسؤول بارز في الدوله يطلع يقول لك لن ينهار نادي الزمالك في وجودي، ونفس المسؤول قال لك مشكله نادي الزمالك هتتحل وما تقلقوش وانا ببعث رساله طمانينه لجمهور نادي الزمالك. يا مؤمن، ده طلع احد اعضاء المجلس في التلفزيون قال لك احنا خدنا 800 مليون جنيه، قاموا سايبينه وراحوا بيحققوا في الفساد المالي في نادي الاسماعيلي. لا، والبجاحه اللي هم يطلعوا يقولوا لك احنا مظلومين والدوله ما بتساعدناش والدوله بتساعد الاهلي والدوله بتقف مع الاهلي والحكام بيساعدوا الاهلي وكل اللي انت شايفه قدام عينيك دوت وهم مظلومين. واخيرا يا عزيزي الزملكاوي، عايز اقول لك ان الاهلي نادي الدوله، ابعتها له بقى عشان معموله له. سلام.